السلام عليكم. أنا فاتحة المايك للجميع. أحب أعرفكم على نفسي. أنا معاكم دكتور بسمة سمير، إدارة سنتر الأفضل. أهلا بيكم وشرفتونا. وربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب. للناس اللي اتقبلت في جامعة القاهرة ربنا يكرمكم وألف مبروك عليكم طبعا دخولكم معانا. والناس اللي لسه ما اتقبلتش إن شاء الله ربنا يكرمها وتتقبلوا بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هيكون معاكم دكتور إسلام حجازي، مادة أساسيات المحاسبة. هيدخل ويتكلم معاكم دلوقتي حكاية. اتفضل يا دكتور. دكتورة بعد هو إذنك يعرفكم ممكن بنفسه سؤال؟ أحسن مني كمان. دكتورة السلام عليكم. اتفضل يا أستاذنا. عليكم بعد إذن السلام. حضرتك ممكن الميعاد ده مش ممكن يتأخر شوية بدل 9 ب 10 في المحاضرات ممكن من بعد كده؟ الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. إحنا النهاردة محاضرة تعريفية وبنتكلم مع حضراتكم. بنعرفكم بالمواد بتاعتكم. الدكتور هيتكلم معاكم برضو عن مادة أساسيات المحاسبة، يعني يعتبر محاضرة دردشة. وأنا كلمت حضرتك بعت لك رسالة إن أنا كنت السنة اللي فاتت موجود مع حضرتك مؤجل، بحيث إن تسجلي لي في السنة دي إن شاء الله. بس أنت قلت لي هتراعيني شوية في الأسعار. عينينا ليك يا فندم، تحت أمرك. ابقى ابعت لي على الله يخليك. الخاص وأنا هتابع حضرتك. أنا بعت لحضرتك ماشي، على ابعت لي الخاص بس تاني، أنت ما ابعت لي ردتش وأنا عليا. هرد عليك تاني. حاضر. خلاص ماشي، شكرا يا فندم، شكرا. العفو يا فندم. شكرا. اتفضل يا دكتور. دكتور إسلام سامعني بسم الله صح؟ الرحمن الرحيم. سمعت كده يا شباب كلكم؟ اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله يا ريت بس اللي فاتح المايك يقفل المايك بعد اذنك. تمام. النهارده ان شاء الله اول حصه في اساسيات المحاسبه الماليه. اول حصه في اساسيات المحاسبه الماليه، حتى بص من اسمها ايه؟ اساسيات. يعني احنا بنتكلم على اساسيات او المبادئ بتاعه المحاسبه. عندك في الترم الاولاني اساسيات مبادئ محاسبه، هي دي اللي هيتبني عليها كل الترمات اللي جايه بعد كده. فلو انت ضيعت منك الاساسيات بتاعه الترم الاولاني، كل المحاسبه اللي جايه بعد كده ضاعت منك. فانا عايزك في الاساسيات بتاعه المحاسبه دي تاخدها ان هي محفوره جواك، مش ان انت تاخدها تخش تحل في الامتحان وتجيب درجه حلوه وتطلع، لا. لو انت عايز تمشي في المحاسبات اللي جايه كلها بعد كده، لازم تتاسس كويس قوي من الترم الاولاني، لان الترم الاولاني ده هو اللي هيتبدأ عليه كل السنين اللي جايه بعد كده. الأول بس أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي دكتور إسلام حجازي، محاضر مواد المحاسبة. دي السنة العاشرة ليا. بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف. معنى كلمة مرتبة الشرف دي يعني أنت بتجيب في الأربع سنين جيد جدا. ومعايا شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA. طبعا دي أقوى شهادة في المحاسبة الإدارية. لو بحثتوا عنها على جوجل أو كده هتعرفوا عنها معلومات كتير، وإن شاء الله لما تخلصوا كلية هتاخدوها، لأن الشهادة دي هتفيدكم كتير أوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ مع بعض. تعالى بس كده نتفق على حاجة الأول. إن أنت عندك المواد بتاعة الترم الأولاني، عندك محاسبة، وعندك اللي هي طبعا أساسيات محاسبة، وعندك لغة إنجليزية، وعندك أساسيات اقتصاد، وعندك أساسيات إدارة، وعندك حقوق إنسان أو علم النفس، بتختار منهم واحدة. مين المواد اللي بتكمل معاك لحد آخر ترم بتاخده في الكلية واللي بيتبنى عليها أساسيات؟ هي المحاسبة. في ناس كتير تقول لك انا عقدتي المحاسبه، ما بحبش المحاسبه. ليه ما بيحبش المحاسبه؟ لان هو ما تاسسش فيها في الترم الاولاني. فانا عايزك تبدا معايا واحده واحده كده، وتاخد الكلام ده ان هو اساسيات او قاعده هنبني عليه كل السنين اللي جايه بعد كده. تعال الاول نعرف يعني ايه كلمه محاسبه او تعريف المحاسبه. ما المقصود بالمحاسبة؟ المحاسبة دي هي علم من العلوم، زيها زي علم التاريخ، علم الجغرافيا، علم الفيزياء، علم الكيمياء، أي علم من العلوم. تمام؟ يعمل على تسجيل وتبويب وتحليل العمليات. عارف المحاسب؟ المحاسب ده أول حاجة بيعملها بيسجل، وبعد ما بيسجل الحاجات اللي عنده مثلا فواتير أو أذونات، بيعمل إيه؟ بيبوبها. يعني إيه بيبوبها؟ يعني بيقسمها، وبعد ما بيقسمها بيحللها. كل ده في الآخر لتحديد ناتج أعمال المنشأة من ربح أو خسارة، عشان يجي آخر السنة كده يقول لصاحب الشركة أنا كسبت ولا خسرت. فالمحاسب هو وظيفته ان هو بيسجل وبيبوب وبيحلل العمليات، عشان يجي في الاخر يقول لصاحب المنشأة احنا كسبنا كام، ولو خسرنا كام في نهاية الفترة المالية طبعا.
ده كده تعريف من تعريفات المحاسبة. في تعريف تاني برضو للمحاسبة. هو ايه بقى تعريف التاني للمحاسبة؟ تعريف التاني للمحاسبة هو عبارة عن معلومات، ثانية واحدة، هو عبارة عن معلومات مالية ومحاسبية ناتجة عن أداء الشركة لتوصيلها للأطراف المستفيدة. دايما المحاسب المالي ده بيبقى قدامه فواتير وبيبقى قدامه ورق. الورق ده بيمسكه كده بيحدده الأول، وبعد ما بيحدده، يعني إيه بيحدده؟ هناخد دلوقتي إن في حاجة اسمها أصول، في حاجة اسمها خصوم، في حاجة اسمها مصروفات، في حاجة اسمها إيرادات. بيحدد الأول، وبعد ما بيحدد بيعمل عملية تسجيل، بيسجل على ورق، وبعد ما بيسجل على ورق بيطلع نتيجة. النتيجة دي بقى يروح يقولها لصاحب الشركة. بمعنى لو انت عندك مثلا كافيه، مش الكافيه ده كل يوم بيبيع مشروبات واكل للناس، فبيحقق ايرادات. والكافيه ده برضه بيصرف مصروفات زي مصروفات الكهرباء ومصروفات المية والكلام ده كله. فالمحاسب مثلا لو الكافيه ده لم إيرادات 100,000، بس احنا صرفنا 20,000، يبقى النتيجة كام؟ الربح 80,000. دي شغلة المحاسب. المحاسب وظيفته إن هو بيشوف الإيرادات بتاعتك كام والمصروفات بتاعتك كام، بيطرحهم من بعض يطلع لك نتيجة في الآخر، هي دي اللي بيقولها لصاحب المنشأة. طبعا في تعريفات كتير للمحاسبة، بس دول أكتر تعريفين موجودين أو شائعين. طيب، السؤال اللي بعد كده بقى فروع المحاسبة. هي إيه فروع المحاسبة؟ في محاسبة اسمها محاسبة مالية، ودي اللي إحنا هندرسها في الترم الأولاني إن شاء الله. وفي محاسبة اسمها محاسبة تكاليف، وفي محاسبة اسمها محاسبة ضريبية لو بتسمعوا عن بتوع الضرايب، وفي محاسبة إدارية، وفي محاسبة منشآت، وفي محاسبة حكومية أو قومية. أنا مش عايزك تشغل بالك بكل دول، لأن كل دول هتاخدهم في الوقت المناسب. أنا عايزك تشغل بالك بس اللي أنت عليك أول حاجة المحاسبة مين؟ المالية. فإحنا شغلنا كله على المحاسب المالي. المحاسب المالي بيعمل إيه؟ فالمحاسبة اللي عندنا هي المحاسبة المالية. السؤال اللي بعد كده معانا أنواع المنشآت. المنشآت يعني إيه كلمة منشآت؟ معنى كلمة منشآت دي يعني شركات. الشركات كام نوع؟ أول حاجة في حاجة اسمها منشأة فردية. المنشأة الفردية دي اللي بيملكها فرد واحد أو شخص واحد. يعني لو واحد مثلا معاه فلوس، معاه 100,000 جنيه، عايز يروح يفتح مشروع لنفسه، ما دخلش حد معاه، يبقى في الحالة دي بنسميها منشأة فردية. طيب لو اتنين أصحاب مع بعض معاهم فلوس وكل واحد هيحط حاجة في رأس المال، يبقى في الحالة دي اسمها شركة. لأن خلي بالك من شروط الشركة، لازم يكون شخصين أو أكتر. ما ينفعش واحد لوحده يروح يفتح مشروع يقول لك أنا فاتح شركة، لا. أنت في الحالة دي فاتح إيه؟ فاتح منشأة فردية. فمن شروط الشركة لازم يكون شخصين أو أكتر. طيب الشركات دي كام نوع؟ في شركات أشخاص وفي شركات أموال. شركات الأشخاص دي بتقوم على الاعتبار الشخصي، يعني شخصين أو ثلاثة أو أربعة اتفقوا مع بعض وراحوا يفتحوا شركة. طيب شركات الأموال لا، دي بتقوم على الاعتبار المالي، هتاخدها بعد كده، اللي هي فيها أسهم، واللي هي لو أنت بتسمع عن حاجة اسمها البورصة، دي شركات الأموال. يبقى احنا خدنا سؤال مهم جدا دلوقتي، ان المنشآت الفردية دي بيملكها شخص واحد بس او فرد واحد. انما الشركات بيملكها مجموعة من الاشخاص. والشركات مقسومة ايه؟ شركات اشخاص وشركات اموال. اي نشاط عموما، اي نشاط في الدنيا، سواء بيكون نشاط تجاري او نشاط صناعي او نشاط خدمي. انت مثلا كده لو تلاحظ حواليك كده، في شركة يقول لك احنا شركة تجارية. هي ايه الشركة التجارية؟ بيشتروا البضاعة بالجملة ويروحوا يبيعوها ويكسبوا فيها، يبقى ده اسمه نشاط تجاري. هل هو صنع البضاعة؟ لا، ما صنعهاش، انا اشتريتها بالجملة، وبعدين اشتريتها مثلا ب 2 جنيه، رحت بعتها ب 3 جنيه، يبقى انا كسبت فيها جنيه، يبقى ده اسمه نشاط تجاري. وفي نشاط تاني اسمه نشاط صناعي، اللي هو بقى المصانع اللي بتصنع البضاعة، زي مثلا مصنع الغزل والنسيج، عنده العمال والقماش والخيوط، بيصنع الملابس وبعدين بعدين بيروح يبيعها، يبقى ده اسمه نشاط صناعي. وآخر حاجة في نشاط خدمي، ولا بقى بيبيعوا حاجة ولا بيصنعوا حاجة، بيقدموا خدمة. زي إيه مثلا؟ زي المستشفى. المستشفى دي ولا بتبيع حاجة ولا بتصنع حاجة، بس بتقدم لك خدمة. ان انت بتخش المستشفى بتتعالج وتدفع فلوس وتاخد بعضك وتمشي. هل المستشفى دي صنعت حاجة؟ لا. هل هي باعت حاجة او تجرت في حاجة؟ لا. يبقى ده نشاط خدمي. يبقى احنا لحد الآن خدنا تعريف المحاسبة. قلنا المحاسبة هي علم من العلوم، صح؟
بيهتم بتحديد وتسجيل وتبويب، أهم 3 كلمات عندي، لأن خلي بالك بيجوا في الامتحان أكمل. المحاسبة بتهتم بتحديد وتسجيل وتبويب العمليات المالية علشان في الآخر أوصلها للأطراف المستفيدة. طيب المحاسبة دي كام نوع؟ محاسبة دي أنواع كتير قوي. في محاسبة مالية، وفي محاسبة تكاليف، وفي محاسبة إدارية، وفي محاسبة ضريبية، وفي محاسبة منشآت، وفي محاسبة قومية. كل المحاسبات ديت هتاخدها إن شاء الله بإذن الله في الترمات اللي جاية، بس أنا عايزك تركز بس في اللي عليك دلوقتي اللي هي المحاسبة المالية. يعني بنتكلم على شغل مين؟ المحاسب المالي. المحاسب المالي ده هو شغله او وظيفته في الاخر ان هو بيحدد الربح او الخساره، ودي اهم عمليه ليه هو بيقوم. بيجي في اخر السنه كده لصاحب الشركه يقول له احنا كسبنا ولا خسرنا. طيب الشركات او المنشآت كام نوع؟ قلنا لسه دلوقتي في منشآت فرديه وفي شركات. المنشآت الفرديه ديت اللي بيملكها شخص واحد بس، تمام، وهو بيكون صاحب الشغل وصاحب رأس المال. طب الشركات لا، بيملكها اكتر من شخص، والشركات دي بتنقسم لكام حاجة؟ لحاجتين، لشركات أشخاص وشركات أموال. شركات أشخاص ديت بيبقى 3 4 أشخاص كده مع بعض اتفقوا إنهم يفتحوا شركة. إنما شركات الأموال لا، دي البورصة دي، لأن دي حاجة تانية خالص، لأن رأس مالها بيبقى عبارة عن أسهم. طب النشاط، اي نشاط بتاع اي شركه سواء منشاه فرديه او شركات، لما حد يجي يفتح شركه يقول لك والله انا نشاط تجاري. يعني ايه نشاط تجاري؟ انا بشتري البضاعه كده بالجمله وبعدين اروح ابيعها واكسب فيها. وتاني حاجه نشاط صناعي، ان انت بتصنع البضاعه وبعدين بتروح تبيعها. والنشاط الخدمي ولا بيصنع ولا بيتاجر، بيقدم لك ايه؟ بيقدم لك خدمه. طيب الجزء اللي معانا بعد كده اللي هي المعلومات المحاسبيه. المحاسب المالي ده بقى لازم يكون عارف ايه كده؟ اول حاجة المحاسب المالي لازم يكون عارفها اللي هي الاصول. الاصول ديت هي جميع ممتلكات المنشأة. عارف انت مثلا لو معاك الموبايل بتاعك بتقول الموبايل بتاعي، المحاسب ما يقولش الموبايل بتاع الشركة، يقول الأصل بتاع الشركة. فأي حاجة ملك للشركة المحاسب يطلق عليها لفظ الأصول. فأول لما تسمع كلمة أصول يبقى دي الممتلكات بتاعة الشركة كلها. تعالى كده ناخد تعريفها مع بعض. هي كل ما تملكه الشركة وله قيمة. طبعا لو انت مثلا عندك أراضي قيمتها مثلا مليون، عندك مباني قيمتها 200 ألف، لأن كل حاجة بيبقى لها قيمة. الموارد الاقتصادية التي تملكها المنشأة ويتوقع الاستفادة منها مستقبلا. الأصول دي بقى بتنقسم لإيه؟ بتنقسم لأصول متداولة، أو بنسميها اسم تاني قصيرة الأجل. وقصيرة الأجل دي بتبقى مدتها أقل من سنة. دايما لما تيجي تقيس أي حاجة في المحاسبة تقول هي قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. قصيرة الأجل دي يعني أقل من سنة، طويلة الأجل أكتر من سنة، يعني دايما المقياس بتاعنا إيه؟ سنة. اول حاجه الاصول المتداوله. يعني ايه كلمه اصول متداوله؟ بص كده اسمها ايه؟ اصول متداوله، يعني بتتداول، صح؟ يعني من الاخر كبرها سنه وتخلص. كبرها سنه وتخلص. يعني ايه كبرها سنه؟ يعني مش هتقعد معايا سنتين وثلاثه واربعه وخمسه، يعني في الاخر هتتحول لسيوله في خلال السنه اللي انا فيها. زي ايه الاصول المتداوله؟ النقديه. تاني حاجه البنك. ركز بقى معايا علشان احنا الأصول المتداولة دي طويلة شوية، فاحنا بنقسمها 2 3 2. أول 2 دول بيكونوا فلوس نقدية وبنك. وخلي بالك النقدية دي لها اسم تاني خزينة، وفي ناس بيقولوا عليها صندوق. احنا في مصر هنا بنقول عليها نقدية. في دول تانية، في دول عربية تانية يقول لك لا اسمها خزينة، وفي دول تالتة يقول لك لا اسمها صندوق، كله صح. تاني حاجة البنك. ايه الفرق بين النقدية والبنك؟ النقدية هي الفلوس بتاعة الشركة اللي موجودة في الخزنة بتاعة الشركة. طيب البنك، الفلوس بتاعة الشركة بس موجودة في حسابها فين؟ في البنك. يبقى أول 2 كده خدناهم من الأصول المتداولة، اللي هو النقدية وبعدين البنك. كده أول 2. التلاتة اللي بعد كده بقى، ميم ميم مخزون، مدينون أو لها اسم تاني عملاء، بعدين أوراق قبض. مخزون، مدينون، أوراق قبض. هو إيه المخزون ده؟ المخزون ده البضاعة بتاعة الشركة. بص اللفظ اللي أنا بقوله إيه؟ البضاعة بتاعة الشركة اللي موجودة في المخزن ما اتباعتش. شفت أنا قلت إيه؟ البضاعة بتاعة الشركة، يعني معنى كده أصول من ضمن الشركة موجودة في المخزن ما اتباعتش. طب واحد بقى يسألني سؤال يقول لي ليه المخزون من ضمن الأصول المتداولة؟ هو المخزن ده
هيقعد معانا سنتين وثلاثة وأربعة، ولا البضاعة اللي فيه بتتباع في خلال السنة؟ برافو، بتتباع في خلال السنة. فعلشان كده بنسميها أصول متداولة. إنما لو أنت عندك أصل في الشركة هيقعد معاك سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى ما لا نهاية، يبقى إحنا بنسميه أصول ثابتة، وهناخدها كمان شوية. إحنا بنتكلم دلوقتي على الأصول المتداولة اللي هي من الآخر كبرها سنة وهتخلص. طيب خدنا كده المخزون. تاني حاجة المدينون. المدينون ديت أو لها اسم تاني عملاء. هم مين المدينون دول؟ ركز بقى معايا قوي كده في المدينون. المدينون دول هم العملاء بتوع المنشأة اللي بياخدوا بضاعة من الشركة على الحساب. مش فاهم؟ يعني أنا دلوقتي راجل صاحب شركة وعندي شركة، بعت بضاعة لواحد ب100,000 جنيه، وقلت له فين يا عم ال100,000 جنيه بتاعتي؟ قام جاي سايبني وماشي، قال لي هبقى أجيبهم لك، وخد بعضه ومشي. طب ملاحظ حاجة؟ أنا اديته فلوس كده 100,000 جنيه، بديته بضاعة ب100,000 جنيه وما خدتش منه ولا مليم. لا ده أنا كمان خدت منه وعد شفوي. يعني إيه وعد شفوي؟ خدت منه كلمة راجل، يعني زي ما بيقولوا. يعني من الآخر الراجل ده لو ما جابش الفلوس هضرب دماغي في أطخن حيطة، لان انا ما معيش اي حاجه تثبت. ده انا واخد منه وعد ايه شفوي، يعني واخد منه كلمه. يعني معنى كلمه مدينون ان شركتي باعت بضاعه على الحساب، واللي احنا بعنا له ده خدنا منه وعد شفوي. خدنا منه كلمه. طب ليه الشركات بتعمل كده؟ خلي بالك كل الشركات بتبيع بضاعه بالاجل، لان لازم تبيع شكك. ليه؟ علشان تكبر العملاء بتوعهم، وعلشان تحقق نسبه ربحيه. عندك مثلا السوبر ماركت ده ممكن الشركة مثلا بتاعت الشيبسي تنزل له شيبسي وتاخد بعضها وتمشي، وبعد كده ترجع تاخد منه الفلوس. الشركات لو ما عملتش كده مش هتبيع. بس طبعا الشركات مش اي حد بتنزل له بضاعة. يبقى دول المدينون او العملاء. يبقى انا اول لما اقول لك شركتي باعت بضاعة على الحساب، يبقى على طول دول مدينون، او لهم اسم تاني عملاء. طيب اوراق القبض بقى. يعني إيه كلمة أوراق قبض؟ لو أنا دلوقتي قلت لك أنا بعت بضاعة ب100,000 جنيه لعميل، وقلت للراجل فين يا عم ال100,000 جنيه بتوعي؟ لقيته سايبني وماشي. قلت له لا استنى كده، تعالى لي هنا، أنا معرفكش، أنت مش عميل قديم معايا في الشركة. قال لي طب عايز إيه؟ قلت له هتكتب لي كمبيالة على نفسك، وأنا الشركة اللي قبضت منه الكمبيالة. يبقى في الحالة دي اسمها أوراق قبض. يبقى انا كده خدت اوراق قبض اللي هي الكمبياله. وخلي بالك في فرق بين الكمبياله والشيك. الكمبياله مش هي الشيك. ايه الفرق بقى بين الكمبياله والشيك؟ الكمبياله بيبقى لها تاريخ استحقاق ولازم صاحبها يدفعها، انما الشيك ممكن تاخده تصرفه من البنك عادي. ازاي الكلام ده؟ يعني انا لو خدت من واحد كمبياله ب100,000 جنيه، تاريخها كمان شهر، لما يجي الشهر ابقى احصل منه الفلوس. طب هل ينفع اصرف الكمبياله دي من البنك؟ لا. انما الشيك بقى لو واحد كتب لي مثلا شيك على نفسه وميعاده كمان شهر، لما يجي الشهر ما اروحش للراجل ده، اخد بعضي اوتوماتيك اصرفه منين؟ من البنك. يبقى ده الفرق بين الكمبياله والشيك. يبقى كده نقديه وبنك، مخزون، مدينون، اوراق قبض. يبقى كده اول حاجه في الاصول المتداوله نقديه، بنك. دول كده اول اتنين فلوس بيجوا مع بعضهم. بعدين مخزون، مدينون، اوراق قبض. خلي بالك بقى، انا عايز اقول لك حاجه، ان المحاسبه ما ينفعش تعدي لفظ فيها كده. يعني لازم كل حاجه في المحاسبه تبقى فاهمها، دي معناها ايه وبتعمل ايه وبكتبها امتى وفايدتها ايه. لان المحاسبه ما فيهاش حفظ. اوعى تحفظ حاجه في المحاسبه، كل لفظ في المحاسبه لازم يتفهم. يبقى انا كده شغال في الاصول المتداوله. هي ايه الاصول المتداوله دي تاني يا دكتور؟ الاصول المتداوله ديت هي اصول قصيره الاجل. يعني ايه كلمه قصيره الاجل؟ يعني مدتها اقل من سنه. زي ايه الاصول المتداوله دول؟ نقديه وبنك، مخزون، مدينون، اوراق قبض. بعدين مصروف مقدم، ايراد مستحق. يعني ايه كلمة مصروف مقدم؟ المصروف المقدم ده اللي هو العربون. بتسمعوا عن كلمة عربون؟ تمام، المصروف المقدم ده اللي هو العربون. هو ايه العربون ده؟ العربون ده لغة في التجارة. لو انا دلوقتي رايح اشتري بضاعة، البضاعة دي ب100,000 جنيه، بس انا ما معيش تمنها دلوقتي، هيبقى معايا تمنها بعد اسبوع. فانا خايف البضاعة دي تروح عليا، فبعمل ايه؟ بقوم جاي مدي للراجل كده 1000 جنيه عربون، وبقول له كمان اسبوع هاجي اخد منك البضاعة. يعني ملاحظ حاجة؟
انت دفعت 1000 جنيه وما خدتش البضاعة، يبقى ده اسمه مصروف مقدم. يبقى المصروف المقدم ده حاجة انت دفعتها مقدم ولسه ما استفدتش بالخدمة بتاعتها. ال1000 جنيه اللي انا دافعهم دول مش هم بتوعي؟ اه بتوعي طبعا، ممكن اروح اخدهم من الراجل في اي وقت. يبقى في الحالة دي اسمهم ايه؟ اصول. يبقى ممتلكات بتاعت الشركة، بس اصول مالها متداولة، لان طبعا انا في خلال السنة هكمل له باقي الفلوس واخد البضاعة بتاعتي، مش هقعده سنتين وثلاثة واربعة. طيب الإيراد المستحق، يعني إيه إيراد مستحق؟ معنى كلمة إيراد يعني حاجة المفروض الشركة بتاعتي تحصلها، ومعنى كلمة مستحق يعني لسه ما اتحصلتش. إيراد مستحق يعني إيراد المفروض الشركة تحققه أو تاخده، بس مستحق لسه ما خدناهوش. بمعنى لو إحنا دلوقتي فاتحين شركة بنعمل خدمات للسيارات، فدخل علينا واحد كده عايز يصلح عربيته، فصلحنا له العربية، تمام، وقلنا له حسابها 1000 جنيه. قام جاي الراجل قال لي اصبر عليا شوية كده أسبوع وهجيبهم لك. يبقى في الحالة ديت أنا بسميهم إيه؟ إيراد مستحق. يعني أنا عملت خدمة لواحد وما خدتش منه الفلوس، يعني عملت له خدمة على الحساب، يبقى في الحالة دي اسمها إيراد مستحق. طبعا في فرق مهم جدا، في ناس دلوقتي من اللي قاعدة قدامي تقول لي على فكرة أنت لسه قايل حاجة دلوقتي، إن المدينون أو العملاء انت بعت بضاعة على الحساب، يعني بعت بضاعة وما خدتش فلوس. وبرضه ايراد مستحق، انت بعت بضاعة او عملت خدمة وما خدتش فلوس. ايه الفرق بين الاتنين؟ انا كمحاسب دلوقتي امتى اكتبها مدينون وامتى اكتبها ايراد مستحق؟ خلي بالك كده جنب المدينون فوق اسمها ايه؟ اسمها مدينون او عملاء. يعني راجل انت تعرفه او عميل انت تعرفه، يعني من الاخر اتعامل معاك قبل كده وانت عارف ان هو طريقته كويسه وسمعته كويسه في السداد. انما ايراد مستحق ده واحد انت ما تعرفوش اصلا، ما تعرفوش، وطلب منك ان انت تستنى عليه شويه، او انت ليك فلوس عنده بس انا ما اعرفوش، يبقى في الحاله دي بسميها ايراد مستحق. يبقى انا كده اول حاجه في المعلومات الماليه او المحاسبيه اللي المحاسب المالي لازم يكون عارفها، اللي هي الاصول. يا ريت يا جماعه بس اللي فاتح المايك يقفله. اول حاجه اللي هي الاصول، وهي ايه الاصول ديت؟ الاصول دي هي الممتلكات بتاعه المنشاه. اي حاجه ملك للشركه، اي حاجه بتاعه الشركه، المحاسب يقول عليها اصل او اصول. طيب اول حاجه في الاصول دي اللي هي الاصول المين المتداوله، اللي هي قصيره الاجل او يعني مدتها اقل من سنه. الاصول المتداوله دي بنقسمها 2 3 2. اول اتنين دول نقديه وبنك، التلاته اللي بعد كده مخزون، مدينون، اوراق قبض. طب اخر اتنين مصروف مقدم ايراد مستحق. طيب الحاجة التانية في الأصول بتاعة المنشأة اسمها الأصول الثابتة. طيب الحاجة التانية في الأصول بتاعة المنشأة اللي هي الأصول الثابتة أو الأصول طويلة الأجل. بص اسمها إيه؟ طويلة الأجل. يعني إيه طويلة الأجل؟ يعني أكتر من سنة يا باشا، يعني هتقعد معاك سنتين وثلاثة وأربعة إلى ما لا نهاية. حاجة كده موجودة في الشركة هتقعد معاك كتير إلى ما لا نهاية، يبقى في الحالة دي بسميها أصول ثابتة. طب لو أنت عندك أصل في الشركة كبيره سنة ويخلص، يبقى اسمها أصول متداولة. عندك اصل في الشركه يقعد اكتر من سنه، يبقى انا بسميها اصول ثابته. تمام. الاصول الثابته دي زي ايه بقى؟ انا مش عايزك تحفظها. اي حاجه ملك للشركه ثابته، يعني بتقعد اكتر من سنه، زي الاراضي، المباني، الالات، العقارات، السيارات، المعدات، الاجهزه، الاساس، استثمارات ماليه طويله الاجل. اي حاجه ملك للشركه هتقعد اكتر من سنه يبقى اسمها اصول ثابته. يبقى انت ما تحفظهاش بقى،
الأراضي بتاعت الشركة هي هتتباع في خلال سنة؟ لا يا عم، ده ممكن تقعد معانا 10 سنين، يبقى اسمها أصول ثابتة. المباني بتاعت الشركة هتتباع في خلال سنة؟ لا، ده ممكن تقعد كتير، يبقى اسمها أصول ثابتة. وكذلك السيارات والعقارات والمعدات، يبقى أنت ما تحفظهاش بقى. الأصول الثابتة دي هي الأصول بتاعت المنشأة اللي ممكن تقعد أكتر من سنة، يبقى دي اسمها أصول ثابتة. طب لو الأصول ديت هتقعد أقل من سنة، يبقى اسمها أصول متداولة. طيب، إيه تالت أصول معانا بقى؟ اللي هي تالت أصول معانا اللي هي الأصول الغير ملموسة. أنت بتقول إيه؟ أصول غير ملموسة؟ يعني أنا ما ينفعش ألمسها بإيدي؟ إيه دي، حاجة معنوية دي جاية من الفضاء دي ولا إيه؟ حاجة معنوية. ما ينفعش تلمسها بإيدك. هي أصل الشركة بتملكه، بس أنت ما تقدرش تمسكه بإيدك. طب بتدينا مثال كده يا دكتور؟ زي الشهرة. الشهرة بتاعت الشركة دي أصول للشركة، بس أصول غير ملموسة. مش فاهم يعني إيه؟ عارفين مثلا محل كنتاكي؟ لو أنا جيت جنبه بالظبط فتحت محل زيه بنفس المواصفات ونفس المساحة ونفس الديكور ونفس الأكل ونفس كل حاجة، عملت نسخة من كنتاكي. انا دلوقتي جاي ابيع الاتنين، مين يجيب فلوس اكتر؟ طبيعي كنتاكي، صح؟ لان اسم كنتاكي لوحده تقيل. اسم كنتاكي ده بفلوس، فشركة كنتاكي او مكان كنتاكي مشهور، يبقى دي اصول بيملكها، بس اصول غير ملموسة. بذمتك ينفع تمسك الشهرة؟ تعالى كده نجرب نمسك الشهرة، لا. يبقى دي حاجة معنوية، يعني اصول غير ملموسة. حتى انت مثلا تروح مثلا تشتري حتة محل، يقول لك المحل ده عامل مثلا مليون جنيه. تقول له ليه يا عم؟ ده المحل زي اهو بالظبط اللي جنبه على طول، اللي نفس المساحه بتاعته، متباع ب 400,000. هتلاقي الراجل كده اللي هو البسيط اللي مش دارس محاسبه على قد حاله، يقول لك يا باشا انا بيحولك بزبونه. عارف يعني ايه بيحولك بزبونه؟ يعني انا مديك محل مشهور، محل شغال، له اسم، لان الاسم ده احنا تعبنا فيه على ما عملناه. فلو انت شركتك مشهوره، دي اصول بتملكها، بس اصول غير ملموسه، ما ينفعش تلمسها بايدك. انا ليا اصحابي دفعتي خريجين كليه تجاره شغالين محاسبين ماليين في شركه اورنج بتاعت الاتصالات. بيقولوا لي واحنا بنعمل الميزانيه اخر السنه بنحط جنب الشهره مليار جنيه. تخيل، اي حد جاي يشتري شركه اورنج بيحط مليار جنيه على الترابيزه كده بس عشان اسم اورنج بس لوحده. لسه بقى ما اتكلمناش بقى في المكن والمعدات والمباني والاراضي والكلام ده كله، احنا بنتكلم بس على الاسم لوحده بمليار جنيه. فلو انت شركتك مشهورة، دي اصول بتملكها، بس اصول غير ملموسة، ما ينفعش تلمسها بايدك. تاني حاجة براءة الاختراع. هي ايه براءة الاختراع؟ يقصد ببراءة الاختراع هنا الفكرة. يعني ايه الفكرة؟ انت مثلا شغال في شركة اورنج، فشركة اورنج دي اخترعت عرض كده، قالت لك اتكلم بعد الساعة 12 بالليل تاخد ساعتين مجانا، فكرة كده. الفكرة دي ضربت مع الناس، الناس كلها جريت تشحن، الشركة كسبت فلوس رهيبة. طيب مين صاحب الفكرة دي؟ مش اورنج؟ اه. مين المنافس بتاعها؟ مش فودافون؟ اه. مش فودافون ممكن لما تلاقي الفكرة ديت شغالة كده وجاية مع الناس، مش ممكن فودافون تعملها؟ فودافون بقى ما تقدرش تعملها، عارف ليه؟ لأن اورنج مش هبلة. اورنج قبل ما بتعرض الفكرة بتاعتها في السوق، راحت الشهر العقاري كتبتها على ورق وسجلتها في الشهر العقاري براءة اختراع باسمها. أي شركة تانية تقلد نفس الفكرة، اورنج ترفع عليها قضيه تقفل لها الشركه. فمعنى كلمه براءه اختراع ان انت شركتك اخترعت فكره او اخترعت حاجه، وطبعا الفكره دي بتتقيم بفلوس. طب الفكره دي اصول متداوله ولا ثابته ولا غير ملموسه؟ تمام، دي غير ملموسه. ليه بقى؟ لان الفكره دي طبعا حاجه معنويه، ما ينفعش تلمسها بايدك. طيب، تالت حاجه من الاصول الغير ملموسه اللي هي العلامه التجاريه. العلامة التجارية دي اللي احنا بنقول بالبلدي كده عليها اللي هي اللوجو. تسمع عن اللوجو؟ مثلا اللوجو بتاع مرسيدس، شركة مرسيدس. ينفع أي مصنع في الصين يصنع عربية يقوم جاي كده لازق علامة من قدام كده لوجو مرسيدس؟ ما يقدرش. عارف ليه؟ لأن اللوجو أو الشعار ده هو ملك لشركة مرسيدس. أي حد تاني يحط اللوجو ده على العربية، شركة مرسيدس ترفع عليه قضية، لأن اللوجو ده متسجل في الشهر العقاري علامة تجارية. فمعنى كلمة العلامة التجارية ديت هي اللوجو بتاع الشركة. طبعا اللوجو ينفع تمسكه بايدك؟ لا طبعا ما ينفعش امسكه بايدي، يبقى ده حاجه معنويه.
يبقى احنا خدنا اول حاجه كده اللي هي الاصول. والاصول ديت هي قلنا هي ايه؟ هي الممتلكات بتاعه الشركه. اي حاجه ملك للشركه المحاسب يقول عليها اصل. الاصول دي مقسومه كام حاجه؟ اصول متداوله، واصول ثابته، واصول غير ملموسه. سريعا كده، الأصول المتداولة هي أصول مدتها أقل من سنة أو اسمها قصيرة الأجل، الاتنين واحد. طيب زي إيه الأصول المتداولة ديت؟ زي نقدية بنك، لو تفتكر 2 3 2، نقدية بنك، مخزون، مدينون، أوراق قبض، مصروف مقدم، إيراد مستحق. بالله عليك بقى، أنا مش عايزك تبقى حافظ وخلاص. يبقى أنا كده لما أجي أجيب لك ميزانية لشركة واحط لك جنب المدينون 100000 جنيه، تعرف تقول لي معناها ايه؟ هترد عليا بكل ثقة تقول لي مدينون ب100000 جنيه؟ يعني احنا شركتنا بايعة بضاعة ب100000 جنيه على الحساب ولسه ما خدناش الفلوس. بس في حاجة بقى، العميل ده احنا نعرفه، اتعامل معانا قبل كده. لما احط لك جنب المخزون 20000 جنيه تقول لي الشركة بتاعتنا دي عندها مخزن، المخزن ده فيه بضاعة تساوي 20000 جنيه. لما احط لك جنب أوراق القبض 5000 جنيه تقول لي احنا بايعين بضاعة على الحساب لعميل وواخدين منه كمبيالات ب5000 جنيه. يعني لو ما جابش الفلوس هقدم الكمبيالات للنيابة وهلبسه كلبوش، هحبسه. لما بقول لك جنب النقدية 100000 جنيه تقول لي النقدية ب100000 جنيه، قصدك يعني إن الخزنة فيها 100000 جنيه؟ هقول لك برافو. يعني أنا لو فتحت الخزنة ألاقي فيها كام؟ 100000 جنيه. لما أقول لك جنب البنك 1,000,000 جنيه يبقى معناها إيه؟ الشركة بتاعتنا دي عندها حساب في البنك، الحساب ده فيه 1,000,000 جنيه. يبقى أنا مش عايزك تحفظ محاسبة، المحاسبة ما بتتحفظش، المحاسبة بتتفهم. مفيش أي بند من اللي قدامك دول دلوقتي بيتحفظ، كله بيتفهم. يبقى كده الأصول المتداولة دي مدتها أقل من سنة. طيب الأصول الثابتة دي مدتها أكتر من سنة، يعني هتقعد معاك سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى ما لا نهاية يا باشا. زي إيه الأصول الثابتة دي؟ قلت لك بقى، ما إحنا اتفقنا مش عايزين نحفظها. أراضي، مباني، آلات، معدات، أساس، سيارات، كل ده أصول إيه؟ أصول ثابتة. طب الأصول غير ملموسة بقى اللي أنا ما ينفعش ألمسها بإيدي: شهرة، براءة اختراع، علامة تجارية. ولسه شارحين الثلاثة دول معناهم إيه. طيب إيه تاني بقى يا دكتور اللي المعلومات المحاسبية اللي المحاسب لازم يكون عارفه غير الأصول؟ تاني حاجة بقى اللي هي الخصوم. والخصوم ديت بيقولوا عليها التزامات. يعني انت ممكن تقول خصوم او ممكن تقول التزامات، عادي خالص. الخصوم هي الايه؟ الالتزامات. يبقى الدكتور في الكلية لو قال لك التزامات شغال، ما الالتزامات هي مين؟ هي الخصوم. ده لسه قايلين دلوقتي ان الاصول ديت هي الموارد او الممتلكات بتاعة المنشأة. طيب هي ايه بقى الخصوم او الالتزامات؟ دي الفلوس اللي على الشركة. الفلوس اللي على الشركة. يعني ايه الفلوس اللي على الشركة؟ هي مش الشركة دي بتندين؟ بتندين. يعني ايه بتندين؟ يعني ممكن تروح كده تعدي على البنك الاهلي تاخد قرض. طب القرض ده لينا ولا علينا؟ لا علينا، ده خصوم. يبقى معنى كلمة خصوم او التزامات دي الفلوس اللي على شركتك. وانا عايز اقول لك على حاجة عشان نبقى بس ماشيين حلوين مع بعض: المحاسب بيشتغل في الشركة، ما بيشتغلش عند صاحب الشركة. لأن في مبدأ في المحاسبة اسمه مبدأ الشخصية المعنوية أو الوحدة الاقتصادية للشركة، إن الشركة منفصلة عن الملاك، أنت شغال في الشركة. فأنا عايزك دايما لما تتكلم تقول شركتي ليها، شركتي عليها، ما تقوليش صاحب الشركة ليه أو صاحب الشركة عليه. المحاسب ما بيشتغلش عند حد، المحاسب بيشتغل في الكيان اللي هو الشركة. فدايما أنت كمحاسب لما تيجي تتكلم، تتكلم من منطلق الشركة بتاعتك. تقول شركتي ليها اصول، شركتي عليها التزامات. انا ليا دعوه بصاحب الشركه؟ ماليش دعوه بصاحب الشركه ولا بتعامل معاه اصلا. انا كل لما اجي اتكلم على مين؟ على شركتي. يبقى انا دلوقتي بقى بتكلم على الخصوم او الالتزامات، دي الفلوس اللي على الشركه بتاعتي. طيب يا دكتور الالتزامات او الخصوم دي عباره عن ايه؟ مقسومه التزامات، ثانيه واحده، مقسومه التزامات قصيره الاجل، وطبعا انت راجل بقى بقيت فاهم دلوقتي،
اول لما اقول لك كلمه قصيره الاجل تقول لي اه انت قصدك يعني اقل من سنه. ايوه كده شاطر. لما اقول لك خصوم قصيره الاجل يبقى اقل من سنه. لما اقول لك خصوم طويله الاجل يبقى اكتر من سنه. لان قلنا من شويه ان المقياس بتاع المحاسبه هي مين؟ هي سنه. لما اقول لك قصيره يبقى اقل من سنه. لما اقول لك طويله يبقى اكتر من سنه. خلي بالك بقى، في ناس بيقولوا على الخصوم قصيره الاجل دي خصوم متداوله، وصح. يعني انت ان شاء الله لما تبدا الدراسه ولقيت الدكتور في الكليه بيقول لك خصوم متداوله، خليك واد ناصح بقى. الخصوم المتداوله دي هي مين؟ هي الخصوم قصيره الاجل. الاتنين واحد. يعني معنى كده ان في خصوم قصيره الاجل وخصوم طويله الاجل. اه، خصوم قصيره الاجل دي اقل من سنه، والخصوم طويله الاجل اكتر من سنه. خصوم قصيره الاجل دي زي ايه؟ بص كده من اسمها، خصوم قصيره الاجل يعني فلوس على الشركه بتاعتي بس مدتها اقل من سنه، صح؟ فلوس على الشركة بتاعتي بس مدتها أقل من سنة. زي الموردون أو الدائنون. يعني إيه كلمة موردون أو دائنون؟ على فكرة الموردون والدائنون دول الاتنين واحد. هما الاتنين واحد. في فرق بقى هتعرفه في الآخر خالص وأنت بتخلص الكلية بتاعتك، هتعرف إيه الفرق بين الاتنين. الموردون، أنا بشتري بضاعة على الحساب. شركتي بتشتري بضاعة من مورد على الحساب ب100,000 جنيه وما ادينالوش ولا مليم. يبقى في الحالة دي بسميها موردون أو دائنون. في فرق بين الاتنين، في فرق بس أنا مش هدوشك بيه دلوقتي. الموردون هي مين؟ الدائنون. يبقى معنى كده كلمة موردون، شركتي شارية بضاعة على الحساب واللي احنا شاريين منه ده ادينا له وعد شفوي. ايه ده؟ امال معنى كلمة مدينون يعني ايه؟ مدينون او عملاء، معناها ان شركتي بايعة بضاعة على الحساب واللي احنا بايعين له ده واخدين منه وعد شفوي. طب معنى كلمة موردون او دائنون ايه؟ شركتي شارية بضاعة على الحساب واللي احنا شاريين منه مدين له وعد شفوي. طيب تاني حاجة أوراق دفع. احنا لسه واخدين واحدة شبهها دلوقتي اسمها أوراق قبض، صح؟ أوراق قبض دي يبقى أنت قبضت كمبيالة من حد. طب أوراق دفع أنت كتبت كمبيالة على نفسك. يبقى ملاحظ حاجة، أوراق قبض أنا خدت كمبيالة يبقى أصول، إنما أوراق دفع أنا كتبت كمبيالة على نفسي يبقى خصوم. طيب قرض قصير الأجل، يعني إيه قرض قصير الأجل؟ رحت خدت قرض من البنك الأهلي كده وقلت له هرجعه في مدة أقل من سنة، يعني 6 شهور 7 شهور 8 شهور، المهم ما يعديش السنة. يبقى ده اسمه قروض قصيرة الأجل. طيب تعالى بقى على تاني حاجة بعد كده اللي هي الخصوم طويلة الأجل. لسه قايلينها دلوقتي، الخصوم طويلة الأجل هي الخصوم بتاعت الشركة اللي بتقعد أكتر من سنة. زي إيه؟ زي القروض طويلة الأجل. لو الشركة بتاعتك واخدة قرض هترجعه بعد 5 سنين، يبقى دي اسمها خصوم طويلة الأجل. طب لو واخدة قرض هترجعه بعد 6 شهور، يبقى دي خصوم قصيرة الأجل. طيب إيه تاني برضو المحاسب لازم يكون عارفه؟ المصروفات. هي ايه المصروفات؟ طبعا اي شركه في الدنيا بتصرف فلوس، صح؟ تصرف اجور مرتبات، اجور عاملين، تصرف مصروفات كهرباء، مصروفات ميه، مصروفات نظافه، مصروفات نسريه، اي مصروفات في الدنيا. المصروفات هي اي مصروفات تنفقه المنشأة مقابل الحصول على منفعة. خلي بالك كده من اللفظ ده قوي، مقابل الحصول على ايه؟ منفعة. يعني انا دفعت للموظفين اللي عندي مرتبات عشان استنفع من وراهم. يعني ايه استنفع؟ يعني هيفضلوا يشتغلوا طول الشهر ويدخلوا لي ارباح او ايرادات، صح؟ يبقى انا صرفت فلوس عشان اخد من وراها منفعة. انما عارف انت لو صرفت فلوس وما خدتش من وراها منفعة يبقى اسمها نفقة، وبتيجي في الامتحانات كتير قوي. يعني ممكن يجي يقول لك المنشأة صرفت مبلغ كذا ولم تحصل منه على اي منفعة، تسمى بين قوسين يبقى نفقة. تمام. مصروفات دي زي ايه؟ زي مصروفات الإيجار، المرتبات، الإهلاك. طبعا هناخد الإهلاك ده بعد كده بالتفصيل. الإهلاك ده هو استعمال الأصل. يعني أنت لو اشتريت حاجة مثلا ب100,000، بعد مثلا سنتين بقت عاملة 80، يبقى أنت أهلكتها ب20. ما تشغلش بالك بيه دلوقتي. يبقى الإيجار، المرتبات، إهلاك الأصول، الصيانة، فواتير الكهرباء والمية والغاز إلى آخره. طيب تاني حاجة برضو المحاسب لازم يكون عارفها اللي هي الإيرادات. هي ايه الايرادات؟ طبعا الايرادات ديت هي الايرادات اللي انت بتحصلها مقابل تقديم بيع، تقديم خدمه او بيع سلعه. طبعا لو احنا شركه تجاريه بنبيع سلعه فبناخد مكانها ايرادات. طب لو احنا شركه خدميه بنقدم خدمه وبناخد من وراها برضو ايه؟ ايرادات. طب اخر حاجه بقى المحاسب لازم يكون عارفها اسمها حقوق الملكيه.
بص اسمها ايه؟ حقوق الملكية، يعني حق الملك يا باشا. هي مش الشركة دي لها صاحب؟ اه، هو ده بقى حقوق صاحب الشركة. يعني صاحب الشركة لما يجي يتكلم معاك ما يتكلمش في الأصول، ولا يتكلم في الخصوم، ولا يتكلم في المصروفات، ولا يتكلم في الإيرادات. عارف يتكلم فين؟ في الحق بتاعه اللي هو حقوق الملكية. ده اللي يخصه. أول لما تلاقي صاحب الشركة جه يتكلم معاك في الأصول، قول له ستوب، ما يخصكش. لا يجي يتكلم معاك في الخصوم، قول له ستوب. انت حقوقك اللي تتكلم فيها مين؟ حق الملكية. طبعا انا بتكلم هنا لو المالك مش هو المدير بتاع الشركة. يعني بتكلم طبعا لو المدير بتاع الشركة سألك على أي حاجة هتجاوب، إنما المالك مالوش حق في إدارة الشركة خالص، لأن الشركة بيكون لها إدارة. حقوق الملكية هي إيه بقى؟ حقوق الملكية هي رأس المال. رأس المال اللي المالك حاطه، بنطرح منه المسحوبات الشخصية لصاحب الشركة. المالك مثلا حط رأس مال مليون جنيه، جه بعد فترة قال لك أنا عايز 200,000 جنيه للاستخدام الشخصي، يعني ياخدهم ويمشي. هل هنقول له لا؟ هندهم له، بس هنسميهم مسحوبات شخصيه. بالعقل كده المسحوبات اللي هو خدها دي قللت راس المال ولا زودته؟ تمام، قللت راس المال. لان راس ماله كان مليون، سحب 200,000، يبقى كده راس ماله كام؟ 800,000. طيب حقوق الملكيه دي بقى عباره عن ايه؟ حقوق الملكيه دي بص لي تحت خالص على بالاحمر ده. حقوق الملكيه ديت هي راس المال بتاع الشركه. طبعا لو الشركه كسبت بجمع عليه الارباح، او بنسميها صافي ربح. ولو الشركة خسرت بطرح منه الخسائر ناقص الخسائر، وبطرح منه المسحوبات الشخصية. دي كده حقوق الملكية. رأس المال بجمع عليه الأرباح أو بطرح الخسائر، مش خلي بالك الشركة يا إما تكسب يبقى بتزود رأس المال، يا إما تخسر يبقى بنقلل رأس المال. وبعدين بطرح منها إيه؟ المسحوبات الشخصية. طبعا المسحوبات الشخصية ديت الفلوس اللي المالك سحبها لاستخدامه الشخصي. يبقى احنا كده في المحاضرة الأولى خدنا أول حاجة تعريف المحاسبة. هي المحاسبة هي إيه؟ هي علم من العلوم، صح؟ بيهتم بتحديد وتسجيل وتبويب العمليات المحاسبية، علشان يتوصل لمعلومة في الآخر يروح يقولها للأطراف المستفيدة. هم مين الأطراف المستفيدة؟ سواء بقى المدير بتاعك، سواء صاحب الشركة، سواء مثلا الضرايب، سواء أي حاجة. وبعدين خدنا أنواع المنشآت. قلنا أنواع المنشآت، تعالى سريعا كده نراجع عليه. هي ايه انواع المنشآت؟ انواع المنشآت قلنا في منشآت فردية، تمام، وقلنا في منشآت شركات. المنشآت الفردية ديت بيملكها شخص واحد بس، انما الشركات مقسومة حاجتين: شركات اشخاص وشركات اموال. والشركات دي بيملكها اكتر من شخص، يعني اتنين او تلاتة او اربعة. وطبعا اللي علينا في الترم الاولاني المحاسبة المين؟ المالية. طيب وقلنا الأنشطة بتاعت أي شركة أو أي منشأة في الدنيا يا إما نشاط تجاري، يا إما نشاط صناعي بيصنع، يا إما نشاط خدمي بيقدم خدمة. خدنا بعد كده المعلومات المحاسبية، وقلنا أول حاجة في المعلومات المحاسبية الأصول. وقلنا الأصول ديت هي كل ما تملكه المنشأة. أي حاجة ملك للمنشأة بنسميها أصول. وقلنا الأصول ديت مقسومة ثلاث حاجات: أصول متداولة، وأصول ثابتة، وأصول غير ملموسة. يا ريت الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي تاخد سكرين شوت للحاجات ديت، أو يكون معاك كشكول وقلم وتنقل ورايا الحاجات دي. أصول متداولة هي أصول قصيرة. أصول متداولة هي أصول قصيرة الأجل. طبعا قصيرة الأجل يبقى مدتها أقل من سنة. بنقسمها إيه؟ بنقسمها 2 3 2: نقدية، بنك، مخزون، مدينون، أوراق قبض، مصروف مقدم، إيراد مستحق. طيب تاني حاجة الأصول الثابتة. الأصول الثابتة دي بتبقى أصول طويلة الأجل، يعني مدتها أكتر من سنة. ما تحفظهاش: أراضي، مباني، آلات، معدات، أساس، سيارات، كل ده أصول ثابتة. طيب اللي بعد كده الأصول غير ملموسة، اللي أنا ما ينفعش ألمسها بإيدي، زي الشهرة وبراءة الاختراع والعلامة التجارية. طيب تاني حاجة المحاسب لازم يكون عارفها برضو: الخصوم. وقلنا الخصوم ديت هياها الالتزامات، تقولها يا إما خصوم يا إما التزامات. والخصوم دي مقسومة برضو: قصيرة الأجل وطويلة الأجل. يعني إيه قصيرة الأجل؟ يعني مدتها أقل من سنة. يعني إيه طويلة الأجل؟ يعني مدتها أكتر من سنة. خصوم قصيرة الأجل زي الموردون والدائنون، أوراق الدفع، القروض قصيرة الأجل. طب خصوم طويلة الأجل حاجة واحدة بس، اللي هي قروض طويلة الأجل. طيب تاني حاجة المصروفات. هي أي مصروف الشركة بتصرفه بتاخد من وراه منفعة. ركز أوي في بتاخد من وراه منفعة ديت، لأن إحنا قلنا من شوية لو ما بتاخدش من وراه منفعة يبقى اسمها نفقة. وأنا بشبهها دايما، يقول لك الأب بينفق على ابنه،
مش بيصرف على ابنه. عارف ليه؟ الاب دلوقتي بيقول لك بينفق على ابنه. يعني ايه بينفق على ابنه؟ يعني بيصرف عليه ومش عايز من وراه منفعه. هل الاب بيصرف على عياله عايز منه حاجه بعد كده؟ لا، مش عايز منه حاجه. ما بيقولكش الاب بيصرف على عياله، يقول لك الاب بينفق على عياله. يبقى بيصرف حاجه ومش عايز من وراها منفعه، يبقى دي اسمها نفقه. انما المصروفات بصرف حاجه عشان اخد من وراها منفعه. تاني حاجة الإيرادات. الإيرادات ديت هي أي فلوس الشركة بتاعتك بتاخدها نتيجة تقديم خدمة أو بيع سلعة. طب آخر بقى حقوق الملكية. حقوق الملكية ديت قلنا الحاجات اللي تخص مين؟ تخص صاحب الشركة، تمام. وقلنا حقوق الملكية دي هي إيه؟ رأس المال بجمع عليه الأرباح أو بطرح منه الخسائر وبطرح منه المسحوبات الشخصية لو صاحب الشركة جه سحب حاجة لاستخدامه الشخصي. تمام. دي كده أول محاضرة يا شباب، اللي هي في أساسيات المحاسبة الترم الأولاني. إن شاء الله هبقى معاكم بعد كده برضه في محاضرات أونلاين بإذن الله. وهيبقى في محاضرة فعلية إن شاء الله بإذن الله في مقر السنتر يوم الجمعة الجاية. أتمنى إن شاء الله إن أنت تكون فهمت كويس مني المحاسبة. وأتمنى إن شاء الله لو أي حد عنده أي تعليق أو أي استفسار أو أي حاجة، يا ريت يكتبوا على جروب الواتس وهرد عليكم إن شاء الله في أقرب وقت. السلام عليكم يا شباب.